سمعت صوت تسجيل، صوت غريب ما سمعتوش قبل كده. كان ممكن ما تموتش، بس فضولها قتلها، وكان مستحيل نسيب أثر ورانا. أصوات كتير ابتدت تطلع، وكأن الراديو بيعرض تسجيل للي كان بيحصل في القبر زمان. الشقة جاهزة، الطفلة اللي شافتنا خلصنا عليها، مفيش قلق، الشغل رجع زي ما كان، عينات كتير في الطريق، بنجهز المكان للعمليات، هنعرفكم النتائج أول بأول. خرجت من شقتي لقيت ورقة مطوية على الباب، جواها رسالة مكتوبة بخط ركيك: نور، خليكي في حالك وإلا الفضول بيقتل صاحبه. نزلت أجري أدور على حد أطلب المساعدة، بس الشارع فاضي، ولا جيران ولا حتى شبكة. الأصوات اللي سمعتها كل حاجة كأنها ما حصلتش. رجعت شقتي، الراديو اشتغل تاني. نور، القصة لسه ما خلصتش. بالمناسبة، ما بقتش عايزة حد يشتري الشقة، أنا والراديو بقينا أصحاب خلاص، هو اللي هيوجهني للحقيقة.